في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تشتري عربية مستعملة في الايام اللي احنا فيها دي مع ارتفاع الاسعار. معظم الناس اللي كانت بتبقى عايزة تريح دماغها او تبقى مطمنة للعربية فبتضطر تروح تجيب عربية تجيب عربية زيرو من المعرض وخلاص. دلوقتي مع ارتفاع الاسعار العربية اللي كانت ب 600,000 بقت بمليون، فمحدش قادر يجيب العربية دي حتى لو بالقسط، فبنضطر ان احنا نلجأ للمستعمل حتى لو كانت كسر الزيرو او مستعملة 3 4 سنين لورا، بس تبقى مستعمله عشان يبقى سعرها في المتناول او في على قد اللي معانا. فانت لما بتيجي تدور على العربيه مستعمله هتدور فين؟ بتدور على النت، اسهل حاجه بتمسك الموبايل، اسهل حاجه في ايدينا نمسك الموبايل ونفتح موقع، مثلا هتلاقي موقع اوليكس، نخش مثلا على جروب العربيه نفسه اللي انت بتدور عليه لو انت بتدور على عربيه معينه، فبتخش على الموقع وتدور تلاقي واحد كاتب اعلان لعربيته وحاطط لها صور وكاتب فيها شعر، وفي الاخر كاتب والله الموفق والمستعان، او كاتب حاجه ربنا يبارك لصاحب النصيب، اللي هو صاحب النصيب ده اللي هو هياخد مقلب، صاحب النصيب ده اللي هو يضحك عليه، انهي بقى مغفل اللي هياخد العربيه ويضحك عليه. احنا بقى نتفادى الكلام ده منين؟ لما تلاقي هو كاتب في الاعلان العربيه سليمه، العربيه كويسه، العربيه ما فيش حد، يعني الحدام ما تحدفش كتاكيت، العربيه لو فيها الخير ما كانش رماد طير، العربيه نفسها لو كويسه هو مش هيفرط فيها، على الاقل مش هيبيعها لحد غريب، هيديها لاخته، لاخوه، لابن عمه، لابنه، لكن مش هيديها لحد غريب، هيستخسر العربيه طالما العربيه العربيه سليمه. وكمان لو العربيه دي في اقاليم، يعني العربيه دي مثلا في بنها، منوفيه، متغمر، منصوره، الاماكن دي كلها لو العربيه كانت عامله حادثه وكانت بسوى الارض، هم هناك بيرجعوا العربيه زيرو، انت تروح تتفرج على العربيه ممكن تتخمي فيها، ولو جه معاك مهندس او فني او ميكانيكي او سمكري مش هيعرف برضو ان العربيه دي سليمه ولا لا، الا انت لما تتفاجئ لما تاخد العربيه وتشتريها وتروح بيها المرور عشان تجدد باسمك، لو انت بقى مثلا مرور مصر الجديده، مرور مدينه نصر، مرور عبود، مرور القاهره، المهم ان انت المرور الخاص بيك لما تروحه هتلاقي بقى المهندس ساعتها هيكتشف ان العربيه دي، يقول لك العربيه دي مش هتجدد. يعني ايه مش هتجدد؟ هيقول لك دي حاجه اسمها مرفوضه مرور، يعني العربيه دي مش هتجدد خالص، والعربيه دي بقت حته خرده، العربيه دي انت تروح تبيعها يا اما بالكيلو يا اما هتقطعها وتبيعها قطع غيار، وهي عربيه انت جايبها مثلا ب 400,000 جنيه تبيعها بقطع غيار ب 80 90,000 جنيه، فانت طبعا خسرت كل اللي قدامك واللي وراك. ايه اللي يخليها تبقى مرفوضه مرور؟ هقول لك، العربيه دي ممكن تكون مغيره نص قدام او مغيره نص ورا، يعني عملت حادثه من قدام او من ورا فغيرت نص قدام او ورا، او مغيره سقف، اي حاجه من الثلاثه دي تعتبر حاجه اتقطعت في العربيه وركبت تاني، زي مثلا جسم الانسان، اكن مثلا واحد لا قدر الله مثلا اتخبط او حاجه فغير مثلا حاجه في جسمه فما بقاش هو سليم، نفس الكلام الحاجات دي في المرور ما بتبقاش مقبوله، فبيقول لك العربيه دي مرفوضه مرور. طب انت دلوقتي تعمل ايه؟ هيقول لك يا اما تروح ترجعها لصاحبها، وطبعا صاحبها ساعتها انت هترجع له بعد يومين هيقول لك ما اعرفكش، يعني هو اصلا ما صدق ان هو بحمه، يعني لا مؤاخذه يعني سوري في الكلمه، ما صدق ان هو لقى حد مغفل ياخد العربيه، فانت رحت والسعر اغراك لان هو كان طالب في العربيه 260 وانت شايف العربيه دي في كل حته ب 350، فرحت جريت عليها وخدتها وقلت ده انا موفر 90,000 جنيه ولا حاجه، وانت اتضحك عليك. فانت تعمل ايه؟ لما تكون عايز تشتري عربيه مستعمله دور في محيط الاريا بتاعك، تكون بتدور في محيط المكان اللي انت ساكن فيه. ليه؟ لان انت يعتبر لما تروح لها مشوار جنبك يعني مش هتندم او مش هتحس ان انت ضيعت وقت او مجهود او فلوس في المشوار اللي انت رحته لها لو هي جنبك، لكن هي لو على سفر انت هتصرف مواصلات وتاخد معاك مثلا صنايعي وهتضيع يوم مثلا من وقتك وفي الاخر العربيه تطلع وحشه. فانت مهما كانت مغريات الاعلان اللي هينزل لك لعربيه بعيده عنك او عربيه في الاقاليم، طالما انت في العاصمه ابعد عنها تماما. انت دلوقتي من القاهره دور على العربيه في القاهره، او يوم ما تكون بعيده تكون في الجيزه، انت من الجيزه دور على العربيه في الجيزه جنبك او تكون في القاهره، لكن ما تبعدش عن الاريا دي، خليك في المحافظه بتاعتك، انت دور عليها جنبيك. ممكن تبعد خالص عن النت، لان النت 90% انا ما بقتنعش بيه، انا ما بعترفش بيه، ما بيجيبش عربيه واحده توحد ربنا سليمه، فانت مش هتلاقي منه حاجه حلوه خالص. يعني مش عايز اقول لك كل اللي بيعرض على النت بيبقى عايز يخلص من العربيه او معاه عربيتين تانيين كويسين وسلام، لكن دي الوحشه اللي عنده هو اللي عايز يبيعها وعايز يخلص منها. فانت تعمل ايه؟ تحاول على قد ما تقدر، انا عارف ان هو الموضوع صعب، تحاول على قد ما تقدر مثلا في الشغل عندك حد من صحابك، حد من اللي شغالين معاك، حد من قرايبك، حد من جيرانك، تساله، ممكن يكون في حد انت مش عارف ان هو عايز يبيع عربيته وهو مش عارف ان انت عايز تشتري عربيه، فانت ممكن تسال هنا وتسال هنا وتسال هنا لحد ما توصل لحد ممكن يكون يعني انت عارفه ويكون
العربيه دي تكون قدامك اصلا بقالها سنين، وانت عارف هم تحركاتهم بيها عامله ازاي، او هي معاهم من الزيرو او دي بقى ساعتها لو هي العربيه ثمنها 400,000 جنيه ولقيته هو عايز 410 ولا 415، خدها منه. كفايه ان انت مستريح وحاسس ان ورقها سليم، مش مضروب، مش عربيه مسروقه مثلا واتضرب لها رخصه وانت رحت اشتريتها من على النت، او رحت اشتريتها من السوق وبعد كده مش هتشوفه، هتدي له فلوس من هنا، بعد كده تلاقي رخصه مضروبه، العربيه مغيره حاجه، فاهم؟ حتى لو انت رحت جبت معاك مهندس او جبت معاك صنايعي او جبت معاك سمكري، ممكن يتفرج عليها وفي الاخر برضو عينه تخونه في حاجات معينه، لان ساعات العربيات بتتعمل في اماكن غير هنا في القاهره، يعني بتبقى معموله بحرفنه انت عمرك ما تعرفها، مستحيل تطلعها، اللي هيطلعها المهندس بتاع المرور، وساعتها ما فيهاش هزار. انت هتيجي ترجع العربيه لصاحب العربيه هيقول لك ما اعرفكش، انا صرفت الفلوس، مالكش حاجه عندي، اثبت ان انا كنت بايع لك عربيه فيها حاجه، انا كنت مديك العربيه سليمه، انت مضيت على العقد ان العربيه كويسه، كل الحاجات دي تقدر تخرجه، ويبقى ساعتها انت اللي لبست العربيه وفلوسك ضاعت. فما تعملش كده. فحاول على قد ما تقدر اهتمامك بالنت في شراء العربيه يكون يكون بنسبه قليله، يعني حاول حتى تختار الاعلان او تختار صاحب العربيه اللي انت هتشتري منه، اتصل بيه كده، حاول تجاريه في الكلام، تشوفه مثلا منين، تحس ان هو راجل محترم، راجل كويس، يقول لك العربيه باسمي، طب خلاص تطمن شويه، تروح تتفرج على العربيه برضو بتبان. يعني احنا حتى لو انت مالكش في العربيات او ان انت مالكش في شراء العربيات، العربيه بيبان من شكلها، بتلاقي فيها حاجات شويه تركات كده بسيطه تبين لك العربيه دي سليمه ولا لا. يعني مثلا نفرض ان وحد جه قال لك العربيه دي ما مشيتش خالص، مثلا ما استعملتش الا سنه، تيجي انت تبص مثلا على الطاره بتاعتها اللي هي زي العربيه دي كده، تلاقي مثلا الطاره دي في لونها اسود، فتلاقي مكان الاسود ده ممسوح من كتر مسكه الايد، ما تصدقش خالص ان العربيه دي ماشيه سنه، او العربيه دي ماشيه 40,000 كيلو او 50,000 كيلو، مستحيل. مسكه الايد دي اللي تؤدي الى المسح ده من كتر مسكه الطاره، طالما هي اتمسحت يبقى العربيه دي مستعمله بقى لها 5-6 سنين او ماشيه 200-300 الف كيلو. فدي حاجات صغيره كده تبين لك. تبص مثلا على عصايه الفتيس، تبص شوف منظرها عامل ازاي، الزراير بتاعت الكاسيت مثلا ممسوحه سليمه، هي حاجات يعني حاجات مش اساسيه في العربيه، بس دي بتخليك يعني تقرا العنوان، تقرا كده يعني عنوان العربيه كده ان هي سليمه ولا لا. طبعا ده غير ان انت بتبص بقى على موتور وفتيس وعفشه واساسيات العربيه من جوه، ان هي ما تكونش عامله حادثه من قدام، عامله حادثه من ورا، هي عملت حادثه من صاحبها بقى اللي يتحملها، هي يعني ده قدره، هي عملت حادثه معاه هو يعملها ويركبها يكمل بيها، لكن مش ان هو العربيه عملت حادثه معاه فهو يروح عاملها اي كلام وصارف عليها قرشين ويروح مشربها لك انت بعد ما تاخدها وما تعرفش ان هي فيها حادثه، هتيجي بعد كده انت اتزنقت وعايز تبيعها، فانت اشتريتها ب 400,000 جنيه، عايز تبيعها على الاقل ب 380 حتى عشان انت مزنوق ومستعجل وعايز تخرج من العربيه باي فلوس عشان تقضي مصلحه تانية، او انت محتاج الفلوس. ساعتها هتكتشف ان العربيه دي مغيره حاجه، ساعتها مش هتلاقي حد ياخدها منك، وكل اللي هيجي لك يشتريها منك تجار وهيقول لك في العربيه 190,000 جنيه 200، فانت تبقى شاريها ب 400 تبيعها ب 200، فطبعا هتبقى صدمه بالنسبه لك. فاحنا عشان نتلاشى الكلام ده نعمل ايه؟ ندور على العربيه في محيط الاريا بتاعتنا اللي هي المنطقه اللي انا ساكن فيها او المناطق المجاوره ليها، تكون صاحب العربيه او تكون العربيه باينه، يعني يكون الجواب باين من عنوانه كده. لو من على النت نحاول تكون العربيه ما فيهاش توكيلات، لان توكيل لو العربيه فيها كذا توكيل ممكن تكون العربيه دي كانت بتاعت واحد، والواحد ده مثلا العربيه دي ورثه، ففي واحد فيهم مش راضي يبيع فباعوها من غير ما الوريث ده يعرف، فاشتراها تاجر، فالتاجر باعها المعرض، فالمعرض باعها لواحد، تيجي انت تشتريها يجي لك بقى الاولاني خالص ده اللي هو اصلا ما كانش موافق ان العربيه تتباع، يقول لك العربيه دي بتاعتي وانا ما بعتهاش، يا عم انا معايا توكيلات، التوكيلات دي كلها مزوره، العربيه هترجع له على طول وانت اللي هتبقى فلوسك راحت في الهواء. فعلى قد ما تقدر تكون العربيه باسم صاحبها، الرخصه ساعتها مش هتتضرب، ويكون الرخصه فيها العنوان بتاعه، ويستحسن تكون يعني انت باي طريقه من كان تروح معاه عند بيته باي حجه من الحجج، يعني ان انت تشوف العنوان اللي في الرخصه ده هو العنوان اللي هو ساكن فيه والناس في الشارع عارفينه، وهو ده مسكنه اللي هو ساكن فيه بقاله مثلا كذا سنه، ما يكونش مثلا يقول لك انا قاعد في الحته الفلانيه ويكون المكان غير العنوان غير المكان اللي هو فيه الرخصه، انت تحس ان في حاجات كده مش مظبوطه فتقلق. فعلى قد ما تقدر لازم انت مش هترمي فلوسك في الارض، انت تجيب عربيه تكون باسم صاحبها، العربيه هتشتريها من صاحبها او
صاحبها مثلا عامل لاخوه ان هو يبيعها او لاخته او لابنه او اي حاجه من الحاجات دي، بس صاحبها برضه يحضر وانت بتشتريها. لكن موضوع التوكيلات الكتير ده بلاش منه، عربيات الاقاليم بلاش منها، المعارض نهائي لا، لان المعرض بيشتري العربيات المدغدغه الرخيصه ويحاول يعني يمكيجها، بمعنى اصح ان هو يغسل العربيه او يغسل او مثلا يلمع الفوانيس او يرش الاكسدامين ويوقفها عنده في المعرض وهو شاريها ب 70,000 جنيه وتلاقي عارضها ب 160,000 جنيه، وتيجي انت تقول له اخدها ب 155 يقول لك وليه وانا سارقها وهو اصلا شاريها ب 70 ولا ب 80,000 جنيه. فبلاش المعارض. حاول على قد ما نقدر ننقي الاعلان او ننقي العربيه اللي هنشتريها من على النت، لو هو كاتب فيها العبر والحاجات الكتير اللي هي تقول ان العربيه دي حته من السماء، شك فيها على طول، عشان هي لو فيها كل الحاجات دي هو مش هيرضى يبيعها. يعني العربيه سليمه وعربيه كويسه وفيها رخصه وفيها وعربيه وانا مش عارف ايه وانا اعرف ان العربيه دي فيها مقلب، وانت هتخسر لمشوارها لو هي في منطقه تانية غير منطقتك، هتخسر لك 1000 او 2000 جنيه عشان تروح تبص عليها وفي الاخر مش هتستفاد حاجه. لو رحت بصيت على 4 أو 5 أو 6 عربيات بالمنظر ده وكل عربيه تروح هتصرف لك 2000 جنيه، هتلاقي نفسك صارف لك 10 12000 جنيه من فلوسك اللي انت اصلا مش مجمعين ان هم يجيبوا العربيه اللي انت عايزها، لا بقيت انت بتصرف منهم 12 ولا 13000 جنيه وهم عمالين يقلوا مش بيزيدوا. فانت تدور في الاريا بتاعتك، تدور في محيط المنطقه او المناطق القريبه منك على العربيه اللي انت عايزها، وفي نفس الوقت تكون باسم صاحبها ايا كان بقى، راجل ولا ست، يكون المهم تكون الرخصه فيها اسم صاحبها عشان تطمن. وبعد كده خدها اطلع بيها على بنزينه نسيتا في نسيتا المهندسين، مصر الجديده، شبرا، نسيتا كويسه هي غاليه شويه بس هتطمنك، او في كل منطقه فيها بنزينه معينه كده مشهوره فيها بتكشف على العربيه كلها، تطمنك وتطلع لك تقرير بحاله العربيه كلها قبل ما تدفع اي جنيه. والله لو صاحب العربيه قال لك لا تعالى اتفرج عليها عند البيت، اصل انا ما بروحش بنزينات او ما بروحش مراكز، تعرف ان هي فيها عيب، هو خايف يروح بيها المركز يكشفها فهو مش عايز يطلع بيها معاك. اللي واثق من عربيته مش هيقول لك لا، حتى لو قلت له انا عايز اروح ارفعها في جنوب سيناء هيقول لك هاجي معاك، طالما هو عايز يبيع وطالما هو واثق في عربيته. لو حد عايز يستفسر عن اي حاجه تاني يكتب لي في كومنت عايز يستفسر عن ايه وانا هعمله في الفيديو الجاي.